من يلعب السياسة في البحر لا يخاف من الغرق، وهذا ما ينطبق على المغرب عندما كان يحارب دولة مدججة بالسلاح والبترودولار الجزائر. فرغم الوفرة المالية الناتجة عن ريع البترول والغاز، اشتغل المغرب بصمت وانضباط، وتحمل الغدر والضربات القاتلة، وكون شبكات علاقات استراتيجية مع مختلف بقاع العالم. فحتى روسيا التي يحاربها الغرب وعلى رأسه أمريكا، يبني المغرب معها علاقات استراتيجية، وكذلك الأمر مع الصين، مما كون للمغرب شراكات استراتيجية دفعت الدول العظمى إلى رفض أي مساس بالمغرب بأي شكل من الأشكال، لا من الجزائر وإسبانيا أو غيرها من الدول. هنا أيها السادة نتحدث عن مفهوم الأمة، فالأمة تمرض ولكن لا تموت، وهذا ينطبق على الأمة المغربية والممتد تاريخها إلى قرون قد خلت. فهي تمرض وتضعف ولكن لا تموت. لماذا؟ لأن الشعب جبل على الريادة والقيادة والعمل للخنوع والذل والهوان للأجنبي. واليوم أمريكا والغرب يرون في المغرب الشريك المثالي والقوة الموثوقة التي يعول عليها في حماية المصالح الاستراتيجية للدول في المنطقة، وهي من طبيعة الحال مصالح متبادلة للمغرب ولدول العالم، أي منفعة متبادلة ومصالح مشتركة، لنصل إلى صورة المغرب اليوم والذي يحظى بالاحترام من كل الدول. وهنا نقصد الدول المؤثرة في العالم. واسمحوا لي أيها السادة أن أذكر الدول المؤثرة، ولنبدأ بالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا، وهي الدول الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الدولي. نضيف إليهم الجار الشمالي إسبانيا وألمانيا والبرتغال، ودول الخليج العربي والعمق الإفريقي موريتانيا ودول الساحل، قبل أن نصل إلى دول نووية في آسيا، وهنا نتحدث عن إسرائيل والهند وباكستان، قبل أن نصل إلى كوريا الجنوبية واليابان وأمريكا اللاتينية. كل هذه القوى المؤثرة ارتبط المغرب بها، وكون علاقات استراتيجية وشبكة مصالح لا يمكن القفز عليها. ولكل دولة مقامها ومكانتها والاحترام الخاص بها، مما جعل المغرب بحكم موقعه الاستراتيجي منصة وواحة للاستقرار وشبكة لمصالح دول العالم. وحتى لا يكون كلامنا إنشائيا، دعونا نكبر المجهر قليلا وننظر ما هي المصالح المتبادلة بين المغرب وهذه الدول. إذا أخذنا المصالح الأمريكية في المغرب، نجد أنها تأخذ أبعادا سياسية واقتصادية وعسكرية في علاقاتها مع المملكة المغربية. فالمغرب بحكم موقعه الفريد من نوعه الذي يربط بين أوروبا وإفريقيا في مجال التجارة والخدمات، ويطل على أهم المضائق في العالم، مضيق جبل طارق، والذي حرك المغرب قواته البحرية لضمان انسيابية حركة الملاحة فيه، وفتح موانئه لاستقبال السفن الهاربة من النزاع الساخن في الشرق الأوسط. بالمقابل نسمع تهديدا من الحرس الثوري الإيراني، وهو يهدد باستهداف هذا المضيق لوقف التجارة عبره وحصار الاقتصاد العالمي. ولكن من أين سيأتي القصف إن حصل لا سامح الله؟ سيأتي من منصة الإطلاق الجزائر، شواكر إفريقيا، والذين فتحوا أراضيهم أمام النفوذ الإيراني منذ زمن طويل، والعالم الغربي يراقب السلوك الجزائري
منذ سنين طويلة. أما المصالح الاقتصادية الأمريكية مع المغرب، ونسطر على كلمة مع للدلالة على الاستفادة المتبادلة بين الطرفين، فنجد في المقام الأول المعادن النادرة وسعي أمريكي إلى تنويع مصادر الاستيراد للنجاة من المخلب الصيني المسيطر على 90% من المواد النادرة في العالم، والتي تدخل في الصناعات العالية التقنية وأشباه الموصلات المتطورة. بالإضافة إلى أن المغرب تحول إلى منصة عالمية لصناعة الطائرات بفضل شركات أمريكية اختارت المغرب بلدا لتوطين هذه الصناعة ذات المردود العالمي الكبير. أما الجانب العسكري، نجد أمريكا قد انخرطت مع المغرب في شراكة عسكرية طويلة الأمد، فأمريكا تمد المغرب بالأسلحة الاستراتيجية والتي تضمن تفوق المغرب في المجال الجوي في المنطقة، وشبكة من الأسلحة التي تخدم الجانب الدفاعي للمملكة، بالإضافة إلى مناورات الأسد الإفريقي، مما يضمن للجيش المغربي عنصر الجاهزية سواء من حيث المعدات أو التجربة العملية لهذه التقنيات والأسلحة. أما بريطانيا، فالمغرب يفتح صفقات اقتصادية مع هذا العملاق الإفريقي، خاصة في جانب الطاقة النظيفة والمنتجات الفلاحية المغربية التي تغزو السوق البريطاني. أما فرنسا، وبعد أن خسرت رهانها على الحصان الجزائري والذي فشل في إسقاط الأسد المغربي، وجدت نفسها مضطرة، ونقول مضطرة، أن تأتي إلى الحضن المغربي لتبني معه علاقات جديدة مبنية على الوضوح والمصلحة المتبادلة، بعيدا عن المنطق السابق والذي كان يقوم على الاستغلال والابتزاز بسبب قضية الصحراء المغربية. لكن بعد أن قوى المغرب شبكات علاقاته الدولية وسقطت ورقة الابتزاز بحل قضية الصحراء المغربية، جاءت فرنسا راكعة إلى المغرب وهي تريد توقيع اتفاقية للصداقة مع المغرب ليتم طي صفحة الماضي وما فيها. أما العملاقان الآخران في مجلس الأمن الدولي، روسيا والصين، فقد طور المغرب علاقاته مع هاتين الدولتين في الكثير من المجالات، وروسيا لن تنسى الموقف المشرف للمغرب داخل مجلس حقوق الإنسان عندما رفض التصويت ضد روسيا، بالإضافة إلى استيراد المواد الطاقية رغم الحصار الغربي عنها، وحضور الخضر والفواكه والأسماك المغربية في السوق الروسي. والموقف المغربي المتوازن من الأزمة الأوكرانية مما أكسب المغرب احتراما من القيادة الروسية، وترجم هذا الاحترام إلى الموقف التاريخي الروسي من قلب مجلس الأمن الدولي، عندما اختارت روسيا عدم التصويت ضد القرار الأممي الذي قدمته أمريكا والقاضي بحل قضية الصحراء على أساس مخطط الحكم الذاتي. أما الجانب الصيني، فحضوره في المغرب قوي جدا من خلال علاقات اقتصادية قوية واستثمارات صينية في الكثير من المجالات الاقتصادية. أما الهند، فهي من حلفاء المغرب الكلاسيكيين، وتربطها بالمغرب مصالح استراتيجية، خاصة الحضور المغربي القوي في سوق الأسمدة الهندي عبر توفير الأسمدة للهند لإطعام أكثر من مليار هندي. أما باكستان، فقد طور المغرب علاقاته معها، ولا أدل على ذلك شراء المغرب لطائرات J-17 الصينية والتي تصنعها باكستان على أراضيها بدعم صيني.
وهناك توافق على نقل التكنولوجيا العسكرية الباكستانية للمغرب عبر إنشاء مصنع قرب الدار البيضاء لإنتاج بعض أنواع الأسلحة. أما البنية التحتية فقد وفر المغرب موانئ عالمية تساعد في استقبال أكبر السفن في العالم مثل ميناء طنجة المتوسط، وهذه السنة سيتم إطلاق ميناء الناظور وفتحه للاشتغال، وميناء الداخلة والدار البيضاء، مما يساعد المغرب على الانفتاح على العالم. نقف هنا ونشير إلى المبادرة الاستراتيجية التي قام بها المغرب، مثل تمكين دول الساحل من استغلال ميناء الداخلة، مما مثل طوق نجاة لهذه الدول الحبيسة عن البحار، ويعطي المغرب قوة سياسية في منطقة الساحل دون إغفال مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري، والذي سيربط بين مصادر الغاز في نيجيريا والسوق الأوروبي عبر المغرب، مع إدماج 13 بلدا إفريقيا بهذا المشروع، مما يزيد من إشعاع المغرب وقوته الدبلوماسية، ويجعل من إسقاط المغرب أمرا مستحيلا وغير قابل للتطبيق، لأن العالم يعترف بالقوي والمصالح لا بالضعيف. أما بلاد الكابرانات فمشروعها السياسي ينبني على إضعاف دول الجوار من أجل أن تكون قوة مهيمنة على المنطقة، دون تقديم مشاريع على أرض الواقع تخدم المصالح المتبادلة بين الدول. فهم خسروا أكثر من 1000 مليار دولار طيلة 50 سنة لتقسيم المغرب إلى جزئين، وفشلوا، وعوض أن يعززوا العلاقات الاقتصادية مع أوروبا اختاروا قطع الغاز عن إسبانيا المارة عبر المغرب، واختاروا التصعيد الدبلوماسي للرد على أي تقارب مغربي إسباني فرنسي، وانخرطوا في مشاريع مشبوهة في دعم الإرهاب في دول الساحل، حتى أن هذه الدول في الساحل وصلت حد قطع العلاقات مع الجزائر والشكوى للأمم المتحدة من السلوك الجزائري الداعم للإرهاب، دون إغفال توفير منصة لنشاطات إيران في منطقة شمال إفريقيا عبر دعم البوليزاريو ودعم جماعات مسلحة في دول الساحل. هذا بالإضافة إلى دعم البوليزاريو وانخراط الجزائر في خطاب تحريضي ضد مصالح الغرب في عموم المنطقة. هنا تكمن المفارقة أيها السادة بين المغرب والجزائر، بين دولة تشتغل بمنطق المصالح المتبادلة واحترام الطرف الآخر، ودولة تشتغل بمنطق الابتزاز والصراع والخطاب الناري ضد الغرب. إذن في هذه الظروف فسقوط الجزائر أقرب للواقع وتقسيمها أقرب للحاضر، خاصة بعد أن طلبت أمريكا من رعاياها مغادرة الجزائر وعدم تعيين أي سفير جديد للجزائر بعد رحيل السفيرة السابقة. الجزائر نحو التقسيم إلى دول متعددة، وهي تجني نتائج سنين طويلة من دعم الإرهاب في دول الجوار ودعم الانفصال في المغرب. إلى هنا متابعينا الكرام نصل إلى نهاية هذا الفيديو. إذا أعجبكم لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصل إليكم كل ما هو جديد. لا تنسوا إبداء رأيكم حول هذا الموضوع. وعاشت المملكة المغربية من طنجة إلى البويرة، ومن المحيط الأطلسي إلى الصحراء الشرقية المغربية، والسلام عليكم.